السنة. يا حبيبي يا محمد يا شفيعي يا محمد خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم معنا وهذه الحلقه الجديده وبرنامجنا ليالي القناه. قربنا على عيد الفطر المبارك، ان شاء الله يعيده الله سبحانه وتعالى على حضراتكم بالخير واليمن والبركات باذن الله. بيسعدنا مشاهدينا الكرام ان تكون هذه السهره وهذه الحلقه من ليالي القناه من داخل نقابه المهندسين في محافظه الاسماعيليه، وان يكون معنا اعضاء هذه السهره الجميله في نقابه المهندسين في محافظه الاسماعيليه برئاسه معالي الاستاذ الدكتور عطيه عارف نقيب المهندسين في محافظه الاسماعيليه. اهلا بحضرتك معنا. اهلا وسهلا دكتور عمرو، ومنورين نقابه المهندسين، يعني شرفتونا في ايام مفترجه يعني في العشر اواخر من رمضان، فربنا يتقبل من الجميع ان شاء الله. منورين النقابه ان شاء الله. اهلا بحضرتك معنا باشمهندس شريف. اهلا بيك يا بيه، اهلا وسهلا ومنورنا في النقابه، وان شاء الله يكون لقاء سعيد ان شاء الله باذن الرحمن يعني. وحضرتك طيب يا دكتور عمرو، حضرتك طيب يا فندم. وأن يكون معنا مشاهدينا الكرام أيضا الكاتب الصحفي الأستاذ حسن الأزاز. أهلا بك معنا أستاذ حسن. أهلا بك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة ومصر كلها بخير وسعادة وتكون كل الأمور اللي جاية تكون كويسة بإذن الله إن شاء الله. باشمهندس وليد أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك يا دكتور، مشرفنا ومشرفينا القناة الرابعة هنا في الإسماعيلية إن شاء الله. باشمهندسة معلش عطلناك على شغلك بقى، بس بنرحب بيكي معانا في السهرة الجميلة دي. انتوا ضيوفنا ومرحب بيكم، واحنا سعيدين ان انتوا معانا في دايما بتبقوا معانا في رمضان، فدي فرصة جميلة دايما ان في الايام المفترجة دي تبقوا معانا القناة الرابعة. والايام بتجري دم البدر بدري والايام بتجري والله لسه بدري والله يا شهر الصيام والله لسه بدري والله يا شهر حيانا هلالك ردينا التحية، دهانا جمالك بالطلعة البهية، في فرحة سلامك ولوت صيامك، في فرحة سلامك ولوت صيامك، والله لسه بدري والله يا شهر الصيام، والله لسه بدري والله يا شهر الصيام. دم البدر بدري والايام بتجري دم البدر بدري والايام بتجري والله لسه بدري والله يا شهر الصيام والله لسه بدري والله يا شهر الصيام. باشمهندسة رمضان وانك انت سايبه بيتك بقى دلوقتي وجايه في الشغل، احنا قربنا على العيد كمان، يعني الاستعدادات بتاعه العيد بقى والالتزامات بتاعه العيد والتزامات النقابه كمان في نفس الوقت. يعني
الحمد لله، هو الواحد بقى له 3 سنين، بقى لنا 3 سنين وربنا كريم. يعني مفيش حد دلوقتي بيعمل كحك العيد في البيت، احنا بنحاول نشجع السنة. طبعا. وبعدين الولاد بقى كبار، فكل واحد مع اصحابه، فيعني هو بس الولد الصغير عندي هو اللي معايا على طول كده، لكن الكبار انت عارف مفيش حد من الجيل ده بيحب يبقى مع اهاليه يعني. كله. فالحمد لله يعني. الله يخليك يا رب. باشمهندس، لو قلنا نقابة المهندسين في رمضان والجهد الكبير اللي اتعمل خلال الأيام اللي فاتت للم شمل النقابة والمهندسين طول شهر رمضان المبارك من خلال الأنشطة المختلفة اللي بتقوموا بيها في النقابة. والله طبعا الهدف من نقابة المهندسين هي تقديم الخدمات الاجتماعية للمهندسين بجانب مزاولة المهنة والحرص على يعني المهنة نفسها، مهنة الهندسة في جميع المجالات. في المجال الاجتماعي النقابة طبعا بتقوم بخدمات كثيرة جدا بالنسبة للأعضاء، بالنسبة للمعاشات، بالنسبة للدورات التدريبية للمهندسين، بالنسبة لجميع الرحلات، بالنسبة عملنا إفطار رمضان في النقابة، عملنا مرتين إفطار رمضان، في لقاءات مع أعضاء النقابة كمهندسين. مؤخرا عملنا الحجر الأساسي لحمام السباحة، وإن شاء الله يعني بدأ العمل في حمام السباحة، وإن شاء الله خلال فترة قصيرة يكون عندنا حمام سباحة مشرف لنقابة المهندسين وللإسماعيلية عموما، لأن ده مش هيبقى قاصر على نقابة المهندسين، ده هيبقى متاح لجميع أهالي الإسماعيلية، أهالينا يعني في الإسماعيلية. بالنسبة لمزاولة المهنة طبعا احنا حريصين على ان تكون مهنة الهندسة المهنة الراقية ديت في التخصصات الهندسية المختلفة، انها تكون سليمة وتكون يعني مشرفة بالنسبة للمهندس نفسه. فاحنا بنتابع طبعا موضوع مزاولة المهنة وبنتابع المهندسين وبنزور الاماكن المختلفة بحيث ان احنا يعني نوصل لهدف سامي بالنسبة للمهندسين، علاوة على ان احنا طبعا بنحاول ان من خلال برضو التعليم ان ولجنة التعليم في النقابة العامة ان اولا اللي يخش التعليم الهندسي دوت يكون عنده استعداد وعنده مؤهل تماما انه يخش التعليم الهندسي، علاوة على الخريج نفسه. يعني المرحلة القادمة نقابة المهندسين هتعقد امتحانات لمزاولة المهنة، لأن طبعا الخريجين بقى عدد كبير جدا دلوقتي على مستوى الجمهورية، يقترب من 40,000 مهندس سنويا، فبالتالي في تفاوت كبير جدا بالنسبة للخريجين. فبالتالي للحفاظ على المهنة ديت لابد أن نقابة المهندسين بتعمل امتحان في الأساسيات الهندسية، بحيث أن المهندس اللي يخرج دوت يكون احنا ضامنين أنه هيزاول المهنة بطريقة سليمة ومشرفة للمهندس المصري. شهر العبادة والخير والسعادة والرضا والغفران، يا مجمع قلوبنا على سنة حبيبنا وبهدي القرآن. يا شهر العبادة والخير والسعادة والرضا والغفران، يا مجمع قلوبنا على سنة حبيبنا وبهدي القرآن. من طلعة هلالك غمرنا جلالك، آيات من جمالك من نعم الرحمن. على صومك نوينا ودعينا وصلينا وهبت علينا نفحات الإيمان. من طلعة هلالك غمرنا جلالك، آيات من جمالك من نعم الرحمن. على صومك نوينا ودعينا وصلينا وهبت علينا نفحات الإيمان. والله بعودة 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 والله يا رمضان.
باشمهندس شريف، لو قلنا يومك في رمضان والتوفيق ما بين يومك وما بين العمل في النقابة مساء. والله بفضل ربنا سبحانه وتعالى الامور مستقره. الصبح طبعا في شغلي، وبعدين بنريح بقى شويه لغايه الفطار، ثم بنيجي نتجه للنقابه. ده من ساعه ما ابتدينا الدوره، يعني على اساس ان يعني احنا في هيئه المكتب كان كامين صندوق، والدكتور عطيه كنقيب النقابه، والمهندسه غاده كامين عام، حتى المهندس وليد لانه ماسك مزاوله المهنه بتحتاج تواجده كل يوم تقريبا يعني. فاحنا باستمرار موجودين في النقابه يعني. فالامور يعني استقرت على كده خلاص. هم حتى اللي في البيت خلاص اتعودوا اخدوا على كده خلاص، اتبرمجوا على كده، او حقيقي يعني اتبرمجوا على كده يعني. وهو عمل لا والله، وهو حقيقي هو عمل ممتع يعني. النقابه يعني شرف لي ان احنا نبقى موجودين في النقابه، وشرف لي ان احنا نخدم زملائنا المهندسين يعني، ودي مسؤوليه يعني، وربنا كريم ان شاء الله يعني. لو قلنا الصحافه في رمضان، وازاي بقى بتكتب الموضوعات الصحفيه بتاعتك اثناء الصيام، ولا بتكتبها وانت فاطر؟ واحنا عارفين ان الصحفيين والكتاب بيبقى لهم دماغ كده مع نفسهم، ولازم فنجان القهوه، ولازم بعض المستلزمات كده وبعض الطقوس. لا هو والله في رمضان بس بتبقى المواضيع متغيره شويه. انا ببدا الشغل تقريبا بعد الفطار، ابدا اخرج وازور صحابي ومع الباشمهندس وليد ومع الاستاذ نبيل محمود والمجموعه الممتازه اللي انا بحب اقابلها كل ليله وكده. وبعد ما بخلص قعدتي مع صحابي بروح اشوف بقى الصحفيين اللي بعتوا الشغل على الايميلات وكده، وابدا اظبطه وادسكه وابدا ابص على العناوين، وبعد كده ابدا عمليه النشر وارشف عمليه النشر عشان خاطر توصل للناس على طول النهار. انا ما بقدرش اشتغل بالنهار خالص من اول ما اشتغلت في المهنه دي وانا بشتغل بالليل. انا بقول في طقوس معينه بيعملها الصحفيين والكتاب في شغل خلال رمضان خالص بالنهار، انما الشغل كله بالليل تقريبا على يعني قبل السحور وبعد السحور خلاص. وبعدين بدا اجدول الشغل بتاعي ويبدا يتم نشره على السوشيال ميديا ويوصل للناس خلال اليوم. طيب يعني لو قلنا الكاتب الصحفي قاعد بيكتب كده وفي رمضان وهو صايم، ممكن تعدي منه حاجات كده وهو قاعد ما ياخدش باله منها، كلمات بتاع اصل انا صايم بقى كده؟ ممكن يعدي منه كل حاجه بصراحه. لا المواضيع بجد يعني اصل بص الكلمه حضرتك يعني ممكن حد يكون كاتب محرر كاتب كلمه انا مش واخد بالي منها تعدي تعمل مشكله للموقع وكده. واخد بال حضرتك؟ واحنا ان شاء الله بصدد اصدار جريده ورقيه بعد العيد ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله تكون حاجة تخدم البلد وتقدم صحافة من نوع جديد، صحافة ورقية مختلفة شوية عن المتداول، الصحافة الخبرية. احنا ان شاء الله هنشتغل على التحليل الاستقصائي والتقارير وما بعد الخبر، المتابعات يكون في تعايش للخبر، بحيث ان انت ممكن تقرا الخبر النهارده وبكره وبعده، تقرا خلفيات وتقرا ارقام احصائيات. هنعمل حاجه كده ان شاء الله شكل جديد باذن الله يفيد المواطن اللي خلفيات الخبر نفسه. خلفيات الخبر ما بعد الخبر، ما بعد ما ينشر في الموقع الالكتروني، هو ده اللي احنا هنتابعه، بحيث ان احنا نقدم ماده صحفيه مش موجوده في الصحف. انا كان زمان وانا كنت بشتغل في الدستور او في الجرائد التانية كنت بقول لهم ان احنا محتاجين شكل من الصحافة يعني يتطور على المواقع الالكترونية بحيث يقدم خدمة للقارئ الصحافة الالكترونية ما تعرفش تعملها. التجربة دي معمولة عند احدى الجرائد، واخد بال حضرتك؟ هو نجح فيها لانه قدم شكل مختلف، وهي صحافة المقال. واخد بال حضرتك؟ انا متأكد ان الصحافة الورقية لسه فيها حاجات كتير جدا ما اتقالتش. ان شاء الله نطمع ان احنا نقدم اللون ده ان شاء الله بعد العيد باذن الله. هيبقى في جورنان كده يختص بمنطقه القناه ويهتم بالشان القومي باذن الله ان شاء الله. باشمهندس وليد، لينا عادات وتقاليد كده في اسماعيليه احنا اتربينا عليها، النهارده ما عادتش موجوده. اسماعيليه اختلفت تماما في ال10 سنين الاخرانيين دول، البلد كلها اتغيرت معماريا وهندسيا وتصميميا، كلها اختلفت، ما بقتش هي دي اسماعيليه بتاعتنا. والله هو الموضوع ما بقاش على مستوى اسماعيليه بس، الموضوع ده كمان على مستوى محافظات الجمهوريه كلها. هو فعلا تمام.
كان زمان تلاقي اغلب الاسر او الجيران ممكن يعملوا يوم بيفطروا فيه مع بعض او يتبادلوا مع بعضهم الصحون والفطار والحاجات زي كده. خلاص كنت انت عارف مين جارك ومين جار جارك وهكذا، والبيوت اللي قريبه منك كان معروف مين ده من بيت فلان وفلان. دلوقتي اصبح للاسف طبعا للحركه العمرانيه في الاسماعيليه كمحافظه جاذبه للسكان، اخد بال حضرتك، اصبح في عائلات جايه من خارج الاسماعيليه وفي تزايد كمان وتكاثر في العائلات بتاعتنا، فاصبح ما عادش فيه التآلف والاقتراب بتاع زمان ما بين الجيران وبعضها. انت النهارده مثلا تبقى قاعد في حي من الاحياء بتاعت الاسماعيليه الجديده دي، ممكن تبقى ليك جار جنب منك ما تعرفش هو مين، ولو شفت عنده احد اولاده ما تبقاش عارف مين، هل ده من اولاده ولا لا، وفي العماره نفسها ممكن تبقاش عارف مين جارك اللي فوقك. الامور دي كلها هي امور مستحدثه طبعا، هي على المجتمع كله، ولكن يمكن في اسماعيليه زادت لان طبعا كاسماعيليه مدينه جاذبه للسكان، جذبت ناس من محافظات اخرى وتعايشوا معاك واصبحوا صهر ليك وحصل تجانس واختلاط والكلام ده كله، فنقلوا لينا عاداتهم وخدوا من عاداتنا وهكذا. كل الامور دي كلها اختلفت، لكن بيبقى لينا طابع حب اكل السمك برضو، حتى ولو في رمضان اكلة السمك دي ضروري تبقى على الاقل مرتين في الاسبوع مهما كان. هي بتبقى الواحد بعدها جعان برضو تاني، بس ده لازم اساسي يعني تبقى وجبه موجوده عندنا في افطار رمضان. وفي لقاءات بتبقى في بعد الافطار لازم نقعد نسمع سمسميه، نسمع اغاني القديمه بتاعتنا، كل الكلام ده كله تراث احنا لسه برضه بنحييه في المحطه الجديده وبنحييه. كنا احنا امبارح لسه كنا مسحرين في شارع السلطان حسين عند قهوه كسبه، فعملنا سحور بتاعت زمان دي. ايوه والله حضرتك تفتكر قعدنا قعده دي امبارح مجموعه كده من البلد، وحتى شرفنا احد اعضاء مجلس النواب قعد اتسحر معانا وبتاع، فكان لقاء جميل. الاسبوع اللي فات برضو دعينا مجموعه من العائلات هنا في الاسماعيليه برضو ولاد بلد برضو، قعدنا عملنا فطار مع بعض، كل واحد فينا دفع وجبنا فطار. بحاول تمام يا فندم، تمام يا دكتور، واخد بالك. ففي دي حاجات احنا اهو يعني انا واحد من الناس بحاول، وحضرتك بتحاول، والدكتور بيحاول، كل واحد فينا بيحاول يلملم تاني العادات تاني من خلال لقاءات مع عائلات هنا محترمه في الاسماعيليه، بنحاول نوطد ونرجع تاني علاقات كويسه ان شاء الله. ورمضان كريم. باشمهندسه غاده، يمكن الست عليها عبء كبير في هذا المجال وفي الترابط الاسري تحديدا، ولكن مع التكنولوجيا اللي للاسف جت علينا بسلوكيات سيئه وما عرفناش نستفيد بيها الاستفاده المثلى، بل بالعكس النهارده بقيت انا يكفيني ان انا ارفع سماعه التليفون اكلم والدتي، ازيك يا ماما عامله ايه، انت كويسه تمام، ازيك يا بابا عامل ايه، انت كويس تمام، وممكن اقعد بالشهر او بالشهرين ما عديش عليهم حتى، بكتفي بهذه الوسائل. الام ودور الام في لم الاسره واستغلال شهر رمضان والعيد واللمه بتاعتنا اللي احنا اتربينا عليها واحنا صغيرين زمان. هي طبعا زي ما بيقولوا الام هي اللي بتربي وهي اللي بتعلم وكده، فعلا احنا مفتقدين العادات دي، انا نفسي مفتقده. هو طبيعي انا مش اسماعيلويه الاصل، احنا هنا من السبعينات عشان شغل الوالد، بس خلاص يعني الولاد والاخوات بقينا يعني ما كله يعني يقولوا لي المولد اقول لهم القاهره، لكن بالتعليم كله من ابتدائي والموطن بقى خلاص اسماعيليه، بس الخلان والعمام كلهم اللي في القاهره، اللي في دمياط، اللي في المنصوره. انا حاسه ان انا مفتقده زمان، يعني رمضان ده كنا يعني بننزل بالليل ونلعب، وكانت ماما والفوانيس اللي كانت فيها مش عارف العروسه والعروسه اللي بتتعمل لي لازم كل رمضان تتعمل عشان نلعب بيها. البهجه دي انا بفرح ما الولاد دلوقتي، الولد الصغير عندي يقولوا لي احنا عايزين نعمل زينه، احنا عايزين نعمل، بحس ان انا رجعت تاني انا اللي قاعده بقص الورق ونعمل الزينه بايدينا. مفتقده ان احنا في العيد كنا بننزل ونلم بعضنا ونجمع فلوس ونعمل اكل، يعني حتى كان في القاهره مش في اسماعيليه بس. التكنولوجيا نفسها يعني الولاد حتى في يوم الاجازه، يعني احنا بنبقى خميس وجمعه اجازه من النقابه، بحس ان احنا قاعدين لوحدنا، يعني حتى اللي بيقول لك الولاد قاعدين، لا، كل واحد من الولاد اللي في الجامعه واللي في ثانوي كل عايش في كينونه بالتكنولوجيا الجديده دي، فيها حاجه غريبه. يعني تقول لهم تعالوا طب اتفرجوا معانا على التلفزيون زي ما كنا بنقعد زمان مستنيين مسلسل. يمكن احنا الجيل يعني تقريبا
يعني تقريبا اللي لسه فاضله دلوقتي اللي هي وجبه الفطار، ان كلهم قاعدين، احنا قاعدين على السفره متلمين مع بعض بنتفرج على واحنا بنفطر، ولسه المغرب بنصلي المغرب، وبعدين العشاء. دي الفتره اللي دلوقتي، وده مش ليا انا بس، انا حاسه ان كله كده دلوقتي. ووجبه السحور، لكن فين كله مع اصحابه؟ كله قاعد على التابلت، كله قاعد على يعني بقدر ما انا يعني الواحد قاعد بيشوف العالم الخارجي استفادوا قد ايه بالتكنولوجيا دي، احنا ضرينا نفسنا. يعني في حاجات الولاد طول الليل والنهار قاعدين على الموبايلات، ما تقدرش تمنعه. يعني انا حاولت من صغرهم ان انا امنع النت في البيت، لقيته بيروح السايبر. فلا لا، يبقى انا قدامي قاعد بيتفرج. لسه برضو الثقافه بتاعتنا محتاجه كتير بس كل حتى لما انت بتقعد تنصح الاولاد. يعني انا دلوقتي مثلا بقعد اتكلم معاهم، بيتقال لي الجمله المفيده اللي كل اللي بتتقال لكل واحد: هو انت من العصر الحجري؟ يعني انا والله يعني انا ببص ان انا من العصر الحجري ده، انا يعني طالعه ايام مين عشان فلا فعلا يعني. بس الحمد لله انا برضو بنقول احنا كمصر، يعني حتى زمايلنا اللي في الخارج، زمايلي اللي في الشغل في العمل واخدين اجازات بدون مرتب، سواء كانوا في دول عربيه، في دول اوروبيه، فكل واحد فيهم بيقول يعني يا بختكم، احنا مش عندنا الجو ده. زوجي برضو يعني كنا قبل بيقول لي احنا كنا في السعوديه او كده، وفي دول الخليج ما كانش فيه الجو الجميل. تنزل يعني رمضان ليه بهجه في مصر حاجه تانية، حتى برغم ما حضرتك ما بنقول التكنولوجيا والتطور لا فرحتنا بيه والانوار والزينه، والحمد لله يعني دلوقتي يعني الدنيا كويسه، مفيش نور بيتقطع والدنيا جميله كده. وطبعا لازم اقول عشان انا في الكهرباء فجميله لا فعلا انا مبسوطه ان يعني ان الناس مبسوطه في فرحه رمضان. بالظبط كده، التكييفات شغاله والله. وبرده نحمد ربنا يعني الحمد لله يعني. شوف حضرتك احنا في الحر ده وصيامنا وكده وعندنا تكييفات، فلو ما بالك بقى زمان اهالينا جدودنا ما كانش فيه الكلام ده. فاحنا طبعا الحمد لله ربنا كرمنا بنعمه، بس يا ريت نقدرها. وبرده يعني برغم كل ده لا ما زالت مصر واسماعيليه بهجتها. انا طبعا يعني الاسماعيليه ليها طابع خاص. انا كنت زمان اقعد اقول لا انت عارف الواحد لما بيبقى في الشباب، انا طبعا كليتي كانت في بورسعيد، فشكل تاني غير اسماعيليه وطابعها. اسماعيليه الحركه ما بقتش فيها زايده الا من فتره كده، من 5-6 سنين، ان الناس بقت تسهر. احنا كنا بننام بدري يعني هنا ونصحى بدري 9 وما تلاقيش. لا يعني ما اسماعيليه اللي توقعوا في اسماعيليه في العشاء لكن من حوالي 15 سنه كده انا طبعا كنت نفسي اقعد في القاهره جميله، لان انا مولوده في المعادي ولنا فمجرد ان انا نزلت القاهره في الزحمه بمواصلات انا عرفت قيمه اسماعيليه. لا اسماعيليه يعني الحمد لله بلد ربنا انعم علينا بيها في هدوءها، في جماعة حتى في زحمتها لا نظيفه. الجو نفسه، انا كنت اشتغلت في القاهره اول ما اتخرجت سنه، مجرد ان انا نزلت بس ركبت مواصلات طبعا وانا بنت القاهره، يعني احنا اصلا من القاهره عايشه فيها وعارفاها من عابدين من المعادي، لقيت شويه تراب على وجهي كده فبقول ايه ده ما بشوفوش في اسماعيليه. فالحمد لله والناس بتحسدنا كتير يعني على السمك وعلى المانجا والفراوله. لا بلدنا ليها طبع جميل وحلوه، ويا رب يديمها نعمه علينا يعني.
شوفوا الولد روحه خفيفة، شوفوا البلد هادية نظيفة، شوفوا 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 أم الرجالة الشغالة عالمية وفوق السقالة، أم الرجالة الشغالة عالمية وفوق السقالة، الصحراء في عز الليالة بيقولوا تعبنا ولا لا لا. يمكن باشمهندس عطية، نقابة المهندسين في هذا الإطار اللي احنا اتكلمنا فيه والطرز المعمارية الجديدة علينا، في العالم كله الناس بتتطور لكن بتحافظ على التراث بتاعها، بتحافظ على المكتسبات اللي هي اكتسبتها من الأجيال السابقة. يعني نلاقي مثلا لما تنزل في إيطاليا في فينيسيا مثلا في حتت معينة تلاقي طرازات الرومانية، الحاجات اللي هي بتدل على عراقة هذه البلد. احنا احسن ناس نهد الحاجات بتاعتنا القديمة وبنهدها بتقرير هندسي من مهندس. ازاي نوقف نزيف الحاجات الجميلة بتاعتنا والتراث بتاعنا، ازاي نقدر نوقفه؟ ويمكن دي فرصة واحنا في اللمة الجميلة دي في شهر رمضان، ازاي يبقى نقابة المهندسين في جمهورية مصر العربية مش على قد اسماعيلية بس، يبقى لها دور في هذه المنظومة. هو طبعا بالنسبة للتراث المعماري لأي مدينة وخصوصا اسماعيلية، أنا شخصيا حزين على اللي حصل في اسماعيلية، حزين على الأبراج، حزين على الأبراج اللي طلعت في اسماعيلية. اسماعيلية كانت بتمتاز بالهدوء، وكان أقصى يعني عمارة في اسماعيلية كنا بنقول عمارة أليو. هي دي يمكن الباشمهندس شريف بالك عمارة أليو قناة السويس ومبنى الإرشاد، يعني عمارة أليو كان 3 أدوار في أو 4 أدوار كلها سعيد في ال3 محافظات. وكان اسماعيلية بتمتاز بالهدوء، ويعني تاخد طريقك في دقيقتين توصل للمكان بتاعك. تمام. طبعا احنا كان برضو لينا تصور في نقابة المهندسين، وكان لقائنا مع معالي المحافظ واحنا اعترضنا على انشاء الابراج، وفعلا كان في قرار من معالي المحافظ انه وقف الابراج، لان اسماعيليه لا تحتمل حقيقه كمرافق، والمرافق كلها قديمه طبعا موجوده عندنا عشان تعمل احلال وتعمل كذا، طبعا محتاجه كتير. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني اثناء دراستي في انجلترا في بدرس دكتوراه وانا في طريق للجامعه، على سبيل المثال لو بصينا للمناطق الخضريه في الهايد بارك، في كل مدينه فيها هايد بارك في انجلترا، فكنت ماشي كان الهايد بارك دوت بيبقى كل شجره محطوط عليها رقم، يعني تاريخ الميلاد على الرقم، كل شجره ليها رقم. فتلاقيتهم بيقطعوا شجرتين وانا رايح على الجامعه. تخيل وانا راجع من الجامعه يعني مثلا بعد 8 ساعات ولا حاجه، لقيت الشجرتين اللي اتشالوا اتزرع مكانهم شجرتين تاني في نفس اليوم. في نفس اليوم، معناها انهم بيحافظوا على الشكل الجمالي والشكل لو نفس الكلام مع مثلا العماره، لو حبوا مثلا يطوروا مكان عمرهم ما بيهدوا بيت قديم ولا ينشئوا حاجه مثلا جديده، لا على الاطراف ممكن يتوسعوا. توسع الرأسي مرفوض في اوروبا ومرفوض في الاماكن المتميزه. احنا مصر عايشه على 5-6% من مساحه الارض، ومصرين يا دكتور ان احنا مفيش بصراحه مش هنطلع منها. يعني للاسف ومع هذا يعني اسماعيليه انا وجهه نظري في طريقها للضياع، ضاع جزء منها كبير جدا طبعا. وفي طريقها للضياع. مش اسماعيليه بس، اسكندريه، اتفرج على اسكندريه في الثمانينات كان شكلها ايه، دلوقتي اسكندريه شكلها ايه دلوقتي. بعض الاحياء دكتور في اسكندريه كانت ليها طرز معماريه مميزه، طبعا الطرز الرومانيه والحاجات الرومانيه والكلام ده يمكن كان موجود في مصر الجديده بروكسي. بنلاقي بعض التصميمات وبعض الطرز كنا يعني الواحد بيقف قدامها ازاي الناس دي عملت الكلام ده. تمام. وسط البلد. يعني انا اتمنى نحافظ على اللي باقي من محافظه اسماعيليه، وخصوصا المنطقه الجميله بتاعت هيئه قناه السويس وفيلا هيئه قناه السويس والكلام ده. يعني ده الحاجه الجميله اللي احنا يعني الوحيده اللي بنقول دلوقتي الحمد لله موجوده في اسماعيليه وما حصلش فيها حاجه. المتنفس. وانا بصراحه بشيد بهيئه قناه السويس لانها عندها برنامج صيانه دوري لجميع منشاتها، فبالتالي بتحافظ على الناحيه المعماريه الجميله اللي موجوده. لكن احنا بصراحه واحنا مشاركين فيها طبعا. والادارات الهندسيه مشاركه فيها،
والتنفيذيين المشاركين فيها ان احنا وصلنا الاسماعيليه للمستوى ده. اتمنى نحافظ على اللي باقي دوت مهم جدا. الاسماعيليه ما زالت فيها رمق موجود، لسه يعني. نقول افضل من محافظات تانية كتيرة. فيا ريت احنا عندنا الشرق ده بوابة جميلة جدا لمحافظة اسماعيلية، ولينا 30 كيلو عمق موجودة في الشرق، وظهير صحراوي موجود في كل مكان. يعني نحاول بقدر الامكان اي توسع نعمله توسع افقي، بلاش رأسي. الرأس دوت ليه مشاكله كتيرة وليه تكلفته كبيرة وليه تكدس سكاني كبير. فده يا ريت نرجع للتوسع الافقي، وعندنا مساحات من الارض بسم الله ما شاء الله كويسه جدا. نرجع للعصر الجميل لما كانت اسماعيليه اقصى عماره زي ما قلنا 3 ادوار و4 ادوار، وكان في هدوء كلها دورين. ويعني ما تلاقي 3 ادوار دي تبقى عماره يعني سيادتك لما كنا ننتقل من مثلا من منطقه من حي لحي، مثلا محطه جديده لغايه مثلا سلطان حسين ولا في اي مكان في دقيقتين في 3. دلوقتي ممكن في طريق ممكن تقعد فيه نص ساعه و3 ارباع ساعه. ازدحام. فاتمنى اتمنى طبعا لابد يكون في خطط معماريه جميله وفي تخطيط. وعندنا تخطيط العمران محافظه اسماعيليه الشرك مع جامعه قناه السويس، الشرك مع الاستشاريين اللي موجودين، ويحطوا مخطط. مش عايزين نبص تحت رجلينا، عايزين نعمل مخطط مثلا 50 سنه 40 سنه والكل يلتزم بيه. وده اللي موجود في كل الدنيا، بحيث ما يجيش حاجه عشوائيا نشيل ده ونبني ده ونحط ده ونعمل ده. للاسف هو يعني ده اللي بيحصل. انا تعديلات بتتعمل تمام، يعني تحس انك انت اللي اتعمل ده مش طبيعي. يعني دي طبعا بقت نشاز في وسط التنسيق اللي موجود ده. والله دي بقت نشاز في وسط هذا الكلام. انا كنت لما مثلا اكون عاوز ارفع عن نفسي وعن ولادي اخرج في اسماعيليه والف كده برجع مبسوط. انا حاليا لما بنزل انا برجع مغموم حقيقه والله، لان يعني انا يعني اسماعيلاوي وقعدنا في حرب 67 وكان الشظايا واحنا ماشيين على الارض يعني مرينا بظروف جامده جدا، وعاصرنا الهجره قعدنا 7 سنين في هجره وبتاع. وكان ارتباطنا باسماعيليه، انا مش عايز اقول لحضرتك وانا طفل انا جيت اسماعيليه اثناء فتره الهجره مرتين. ارتباطنا بالبلد كان ارتباط يعني، وما زال لحد دلوقتي بنحب اسماعيليه كويس جدا وخايفين عليها وبنحافظ عليها. فاتمنى انا دعوه من هنا دلوقتي بقول نقابه المهندسين الاستشاري الاول للدوله، يا ريت ارجو من جميع التنفيذيين اي حاجه عايز تعمل في اسماعيليه احنا نتعاون معاهم وبدون مقابل. باشمهندس شريف، لو قلنا الحته بتاعت تكنولوجيا المعلومات بقى، وحضرتك متخصص قوي في هذه الجزئيه، ازاي انا في العالم كله الناس استغلت هذه التكنولوجيا لصالحها وطورت من نفسها؟ احنا بنستغل السلبيات بتاعت التكنولوجيا ونكبرها ونعمل بيها كل حاجه في حياتنا. تمام؟ يعني التليفون الناس بتستخدمه في العالم كله ثواني، بيعرف الحاجه اللي هو عايزها او المعلومه اللي هو عايزها في ثواني وخلاص على كده. احنا بنستخدمه اتاري، بنستخدمه نلعب بيه،
بنستخدمه نتفرج على فيلم او نتكلم نص ساعه او نتكلم نص ساعه او ساعتين ونتعب ودنا ونتعب المخ ونأثر على الدنيا كلها. ازاي احنا نطور السلوك ده في ولادنا وازاي نأصل فيهم ان احنا لازم نستخدم الحاجات دي الاستخدام الصح بتاعها. هي اتعملت علشان تساعدنا مش عشان تضيع لي وقتي واقعد على الموبايل بالسبع والثمان ساعات. يعني انت مثلا مع اولادك بتعمل ايه عشان تقدر تقنعهم بان احنا نستخدم التكنولوجيا دي الاستخدام الصح بتاعها؟ هو بيجي النقابه ما بيقعدش معاهم. لا هو طبعا اي تكنولوجيا معروفه ليها ايجابياتها وليها سلبياتها، بس للاسف الاستخدام السيء هو بيبقى اكتر. المفروض ان انا يعني انا حتى يعني انا عندي دراسات مختلفه اولادي، يعني عندي ابني في كليه طب في سنه تانية، وعندي بنتي الكبيره في تعليم الاي جي، والباقيين في ابتدائي واولى اعدادي. ف الله يكرمك، فمعظم دراستهم بتبقى من على النت، معظم المعلومات اللي بياخدوها بتبقى على النت، وده شيء ايجابي. على المقابل برضك الصغيرين طول النهار يلعبوا جيمز 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 لغايه ما في نظرهم ضعف، وده استخدام سيء. حتى بالنسبه للزملاء المهندسين، يعني انا سافرت في كذا دوله، انا مفيش مانع ان انا ابص على الطرازات المعينه. انا رحت لسه كنت راجع من كوريا قريب، وقبلها برضك كنت يمكن في المانيا وهولندا، وسنه 2000 ويمكن ردا على موضوع البيئه اللي قالها الدكتوره عطيه، يمكن 2009 كنت في الصين، كان عاصفه ثلجيه غير عاديه. انا بس شفت منظر، يعني كانوا بيغطوا الشجر بمشمع عشان ما يتحرقش، لكن خايفين لان كانت عاصفه شديده جدا في وقتها، وكان التلج مالي الارصفه تمام، وكانوا حتى الكساحات بتفتح قصاد المحلات، الشجر نفسه كانوا مغطيينه. فطرازات معماريه غير عاديه واشكال جديده من خلال النت خلاص قرب الكلام ده. كمهندس معماري او كمهندس انشاء يقدر يخش ويجيب الكلام ده من على النت. اي معلومه حتى في مجال الصحافه، اي معلومه عايز تحصل عليها بتقدر تحصل عليها من ايه؟ من خلال النت. ده الاستخدام الايجابي بتاعه. لكن برضك ما يمنعش ان يبقى ممكن في شويه ترفيه، بس مش كله ترفيه، لا للاسف برضك. يعني انا عندي في بعض بنات صغيرين بالذات كله جيمز كله جيمز كله جيمز، وده حاجه سيئه. لا كله كده، بس برضك هو يعني علينا دور، بس الدور اللي احنا بناخده انا شايفه برضك غلط. يعني اقول ايه، هاخد منك الموبايل، هقطع عنك النت، الكلام ده كله ما بيجيبش اي نتيجه. بيبقى عندهم وسائل مختلفه، اختها شغاله الهوت سبوت اللي عندها باقه، يعني ما بيغلبوش حقيقي بجد يعني. ولكن استخدام التكنولوجيا يجب ان احنا نستخدمها استخدام ايجابي، ومفيش مانع ان احنا نبتدي من الانتهاء للاخرين. عايز يعني مثلا بعمل منشأ معين، المنشأ ده المفروض انه يبقى ليه شكل طراز معين، اخش على النت واشوف موجود فين في الدول. واحنا يمكن الحمد لله في اسماعيليه المنطقه الوحيده اللي يمكن المحافظه هي المنطقه اللي خاصه بها قناه السويس، لان زي ما تفضل دكتور عطيه وقال ان احنا عندنا برنامج صيانه كامل، سواء مساكن اداريه او مساكن يعني للناس سكان يعني. فبيحافظوا حتى على طرازات الفلل، ما بنغيرش فيها، ما بنغيرش في شكل المدخنه اللي جوه فقط، مش اكتر ولا اقل. فيعني نامل ان كلنا نحافظ على اسماعيليه. موضوع برضك التوسع الاسماعيليه كمدينه للاسف ما بقاش فيها توسع افقي الا منطقه فيديكو. اتمنى يفتحوا بقى في ظهير الصحراء وبره. تعالى حضرتك، انا مع رشيد مصر وافتخر ان انا من اسماعيليه، وافتخر ان انا مع رشيد مصر. ما عادش فيه، يمكن بيت امي يمكن وحيد اللي لسه، وبيت جنبه القديم. كل البيوت اتهدت والله العظيم يا دكتور، وبقت ابراج، بقت حاجه تحزن، والدنيا اتخنقت، ما بقاش عارف اركن. مشكلتنا بقى ان الحي بيدي تراخيص، تمام، الاداره الهندسيه بيطلع مهندس يوافق على البنى للبرج 10 ادوار في هذا المكان. بالرغم ان في على نفس المرافق دكتور عطيه، على نفس المرافق والخدمات اللي معموله، بالرغم ان في قانون الاسكان في ماده صريحه ان ارتفاعات اي منشا لا تزيد عن مره ونص عرض الشارع. تعال اتفرج حضرتك، انا بعاني لما كنا رايح عند والدتي عشان اركن، مش عارف اركن فين، واضطر الف في الشارع عشان اركن. فالمحطه الجديده ابتدت برضه يبقى فيها ابراج، مناهيك بقى على البهتيني بيسلموا على بعض. فيعني اتمنى ان ينظروا للتوسع. ما عادتش كنا الاول نقول ايه، احنا برضك كاسماعيلاويه نقول في الدايري اراضي رخيصه، يقول لك انا اروح فين؟ اخدوها طبعا. هو كل اللي في مصر على دماغنا وافاضل، بس ما بقاش فيه اماكن. فنفكر بره الوقت، نفكر في ظهير الصحراء، وما بقاش بعيد، خلاص كله هيلحم مع بعضه. ونتمنى كاسماعيلاويه موجودين كلنا نحافظ على البلد، وان شاء الله متفائلين خير يعني ان شاء الله. يمكن هذه الجزئيه اللي اثرها الباشمهندس شريف هي جزئيه هامه جدا اعلاميا بقى. لو حاولنا ان احنا نتبنى هذا الموضوع
ونقول ان بلدنا محتاجة ان احنا نحافظ عليها. شوارعنا ما عادتش تستحمل اعداد السيارات اللي ادارات المرور بترخصها كل يوم. العمارات والابراج الكبيرة دي كلها ما عندناش الشوارع اللي تستحمل مكان تتركن فيه. لو حاولنا نعمل موضوع صحفي في هذا الاطار بقى في سهرة رمضانية كده، نقول ايه؟ والله نقول ان الاخطاء متبادلة من كل الاطراف، والتجاوزات بدءا من المسؤول وانتهاء بالمواطن. لسه كنت بتقول احنا بنتكلم دلوقتي في ناس معاها موافقات قديمه ومعاها تعليقات قديمه. خرق القانون، وهو ما ده النقطه اللي انا كنت عايز هوصل لها، وهي خرق القانون. ازاي انت تتحايل على القانون وتنفذ حاجه في وقت الايقاف؟ طب الوقت يتنفذ، الوقت فيه قرار بالوقف وفي ابراج بتتبني لغايه فتره الايقاف. لما تخلص هيطلع قرارات جديدة، يبقى ده تحايل على القانون. نفس الموضوع اللي بيحصل الوقت في قضايا اللي هي قرار السيد الرئيس بنزع ملكيات المستولين على اراضي الدولة واللي بانين عليها. تلاقي مثلا اتجاه بان الناس الغلابة هم اللي تهد بيوتهم، واخد بال حضرتك، والناس اللي عندها 300 400 فدان حاطه ايدهم عليها وهي ملك اصيل للدوله، وفي امام في الانطره وابو خليفه، وفي ناس على فكره مسؤولين ونواب حاطين ايدهم على ارض بالمخالفه للقانون، ومع ذلك ده متساب. طيب الوقت هي المشكله كلها في انك انت ازاي تلتزم بالقانون، ازاي تتمسك بالقرار. القرار ده جه من اعلى سلطه في البلد، هو رئيس الجمهوريه. يقوم تشكل لجنة، اللجنة دي مش هتكلم عليها عشان فيها ناس اصدقائي، لكن هي اللجنة مش مختصة. لما يبقى فيها مثلا واحد مدير علاقات عامة ويبقى فيها مش عارف مين، مفيش حد اصلا متخصص في اللجنة، واخد بال حضرتك؟ تبقى لجنة ازاي؟ طب هي ازاي تحط ايدها على الخطأ؟ هو نفس اللي بيحصل برضو في كل التجاوزات اللي موجودة، سواء في الامتداد العمراني، او سواء في الازالات، او سواء في الانشاءات الجديدة، او سواء في تنفيذ القرارات. هو المسؤول بيعمل قرار وبعدين يعمل حاجة اسمها يعني استثناء، زيل المنطقة دي وبعدين يعمل استثناء لفلان. اللي عمل له استثناء هو الحجم الجرم الكبير اللي حصل على البلد، واخد بالك؟ ان الارض دي لو رجعت للبلد هي فعلا هتعمل مردود اقتصادي ومردود لتنفيذ قرار السيد الرئيس. صح، عز ما تكون الدنيا واخدة الواحد، تنادينا تلاقينا ثانية الكل في واحد. عز ما تكون الدنيا واخدة الواحد، تنادينا تلاقينا ثانية الكل في واحد. يا حبيبتي يا أم الدنيا يا أغلى الأوطان، مين ده اللي يقدر يوصل بيك البر أمان، ويعدي بيكي على بكرة خير الشجعان. يا حبيبتي يا أم الدنيا يا أغلى الأوطان، مين ده اللي يقدر يوصل بيك البر أمان، ويعدي بيكي على بكرة خير الشجعان. لحظة من عمر الأوطان محتاجة سفينتها الربان، يا مصر يا أول إنسان عرف البطولة وخلتها، قدامنا لسه عبر تاني أحلام كتيرة وعجباني، دي بلدنا مش عايزة أماني، عايزاك تحمل أولادها. باشمهندس وليد، يمكن الكلام والموضوعات اللي احنا اثرناها دي كلها انا حاسس ان في تعليق كده انت عايز تقول. وطبعا احنا كلنا كاسماعيلويه هاممنا طبعا المنظر اللي اساء لينا والزحام المروري اللي بقينا بنعاني منه كلنا، في ظل ان احنا ما عادش عندنا لا جراشات ولا اماكن حتى للجنة السيارات كمان. في الاشاره دقيقه، لا دلوقتي ما شاء الله يا باشا، وتلاقي عربيتين ثلاثه واقفين جنبك. النهارده بتلاقي 100 عربيه واقفه. احنا قربنا من الكثافات يعني بتاعت القاهره، ووقفتنا اللي طولت والكلام ده كله كتير فعلا يعني.
يعني فانا برضو بدعي برضو نفس الكلام زي ما قال الدكتور عطيه وزملائي اللي سبقوني. فعلا احنا محتاجين لتوسع افقي، محتاجين نضم الظهير الصحراوي بتاع الاسماعيليه ونشتغل فيه. المخطط الاستراتيجي للاسف القائم اللي احنا فيه ولحد سنه 2027 للاسف هو ضم اماكن كانت عشوائيات، ولكن هي حسبت علينا من ضمن المسطحات اللي اتضمت للحيز العمراني. فبالتالي انت لما تيجي تدور على ايه المتبقي منه هتلاقي اغلبه راح في الاماكن اللي هي العشوائيات اللي احنا ضمناها، عشان يعني بقت خلاص غصب عنك لازم تخش ضمن حيز عمراني. واخد بالك؟ محتاجين فعلا ندور على متنفس اخر للاسماعيلويه، لان الدنيا فعلا ضاقت هنا. يمكن ما عادش في اي اماكن عشان اقدر اعمل فيها توسع افقي داخل المدينه. عايزين نتوسع بره اكتر واكتر واكتر. في هذه السهرة الرمضانية الجميلة بنقول لحضراتكم كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة ونقابة المهندسين دائما بكل خير إن شاء الله، ودائما لها بصمتها في الحفاظ على الطراز الحضاري والمعماري لمحافظة الإسماعيلية والمنطقة القناة ولكل محافظات مصر إن شاء الله. بنشكر ضيوفنا وضيوفكم في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، الأستاذ الدكتور عطية عارف نقيب المهندسين في الإسماعيلية. متشكرين جدا. شكرا يا فندم، نورتوا نقابة المهندسين، ودايما القناة الرابعة يعني علامة مميزة في منطقة القناة ودايما بتقدم الجديد دايما يعني. متشكرين جدا. الباشمهندس شريف عضو النقابة، أهلا بحضرتك. اهلا بيك، شكرا، منورنا ودائم التألق يا دكتور عمرو. ربنا يخليك. شكرا يا باشمهندس. والكاتب الصحفي الأستاذ حسن الأزاز. متشكرين جدا يا أستاذ حسن. شكرا ليك يا فندم، الف شكر. والباشمهندس ابن الاسماعيليه وحبيب الاسماعيلويه بقى كلهم باشمهندس وليد. متشكرين جدا يا باشمهندس. والله احنا اللي اتشرفنا بوجود حضرتك، اعلامي متميز دكتور عمرو، وتشرفنا بالقناه الرابعه، وان شاء الله نكون يعني عند حسن ظنكم ان شاء الله. كل سنه حضراتكم طيبين. والسيدة المهندسة غادة عضو مجلس النقابة في محافظة الإسماعيلية والأمين النقابة. بنشكرك جدا يا باشمهندسة، وبنتمنى لحضرتك كل التوفيق، وخليهم بس ما يقطعوش علينا الكهرباء لغاية لما نخلص. لا ان شاء الله خير، يعني احنا ما عندناش اي ظاهره والحمد لله، يعني ربنا كريم. احنا بقى لنا فتره من رمضان اللي فات وكده الدنيا زي الفل، يعني عندنا فائض في الطاقه الحمد لله. يا شكرا يا دكتور، نورتنا. طبعا بنشكر حضرتك وبنشكر السيد المهندس محمد السيد رئيس مجلس اداره شركه الكهرباء في محافظه الاسماعيليه، المسؤول عن الكهرباء في منطقه القناه وسيناء ومنطقتنا كلها، وكل القائمين على العمل في هذا القطاع الهام والحيوي في جميع القطاعات الهندسيه في داخل محافظات اقليم القناه وسيناء. بنشكركم مشاهدينا الكرام، والى اللقاء غدا ان شاء الله ومجموعه جديده وسهره جديده. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.